ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في صحة وستر وخير. عايزة تعملي عزومة تشرفك وتبقى حلوة وفي نفس الوقت مش مكلفة خالص. تعالي اقولك النهاردة ممكن ازاي تعملي عزومة لأكتر من 10 أفراد بسعر فرختين اتنين بس، وحاجة تشرف زي ما انت شايفة كده. النهاردة هنعمل مع بعض الديك الرومي، او هنجيب ورك ديك رومي كبير ونعمله بأسهل وأحلى طريقة وطعم مميز جدا. اول حاجه هنسمي الله، ومعانا معلقتين كبار من دبس الرمان، ودول كان اخر معلقتين عندي. هحط ليمونتين كبار، ما يعادل كده ربع كوبايه صغيره، ونص كوبايه من عصير برتقانه. هي كانت يعني برتقانه او برتقانتين، المهم احنا عايزين نص كوبايه من عصير البرتقال، وربع كوبايه زيت. وهنحط معلقتين كبار من صلصة الطماطم او الكاتشب اللي موجود فيهم عندك مفيش مشكلة. وهنحط شوية بهارات بقى، توم باودر وبصل باودر وبهارات فراخ وبابريكا وزعتر وفلفل اسمر والملح طبعا. وهنقلب كل الكلام ده مع بعضه، نتأكد ان هو اتقلب كويس وكل البهارات دابت مع بعضها. في الوقت ده بنكون طبعا غاسلين الديك الرومي بتاعنا او ورك الديك الرومي، يعني التتبيله دي تمشي معاكي برضو في ديك كامل، بس احنا على حسب ظروفنا نمشي. يعني ورك الديك الرومي ده بسم الله ما شاء الله كان 4 إلا ربع، يعني 4 كيلو إلا ربع، فهو هيبقى ما يعادل فرختين كبار. لكن برضو شكله كده على السفرة أحلى كتير من إن انتي تعملي فرختين. زي ما انت شايفه انا كنت مفتحاه وعامله فيه فتحات من تحت الجلد، لكن مش قاطعه الجلد من فوق عشان شكله يبقى حلو. وتبلته من فوق ومن تحت وكله تمام. وكنت شلت شويه تتبيله من دول من غير زبادي. نسيت بقى احط الزبادي لما شلت التتبيله التانية، نسيت احط الزبادي، فبرضه مفيش حاجه هتعطلني ولا توقفني. رحت حاطه الزبادي. انتوا المفروض تحطوا الزبادي من الاول خالص. حطيته وكملت تاني اكني ما تبلتش، ابتديت تتبيل من اول وجديد تحت الجلد وفوق الجلد وكله تمام زي ما انتوا شايفين كده. هدلكوا بقى كويس قوي عشان اتاكد ان التتبيله دخلت في كل حته فيه، وانا عامله فتحات في كل حته في الفخد زي ما انتوا شايفين كده. على فكره طعمه حلو قوي وموفر جدا جدا جدا. جربوه ان شاء الله هيعجبكم، وطريقته سهله. هنسيبه بقى من 4 ساعات لليلة كاملة في التلاجة براحتكم خالص، بس أقل حاجة يقعد في التتبيلة 4 ساعات. عندي بقى كمية كبيرة كده من الخضار حلوة، مش حابة تحطي تحتيه خضار براحتك خالص، ممكن تقفليه على كده وتدخليه الفرن، بس أنا حبيت أحط خضار. ودي بقيت التتبيلة، كم معلقة تتبيلة اللي أنا خدتهم أقلبهم في الخضار اللي هو كوسة وبطاطس وجزر وفلفل ألوان وفلفل أخضر وبصل، واللي انتي تحبيه تزوديه. ممكن تحطي بسله، ممكن تحطي فاصوليا، براحتك خالص. حابه هتشيلي حاجات من الخضار ده برضو براحتك. قلبيه بقى كويس جدا لما اتاكد ان الخضار بتاعي كله اتبل اتبل من التتبيله كويس. معلش انا حاسه ان في ازعاج كتير حواليا وانا بصور، بس البيت اللي جنبنا في ناس بتوضب فيه، ففي شويه ازعاج كده، وطبعا بتاع الانابيب اللي في الشارع. هنا بقى زي ما انت شايفه كده حطيت الخضار حوالين الفخد بتاع الرومي، وهقفل عليه بقى كويس قوي. ما نحطش الخضار غير خلاص واحنا هندخله الفرن، يعني مش نحط الخضار ونسيبه 3 4 ساعات، لا. هنا هنحط ما يعادل كوبايه ميه كده، لان هو هيقعد وقت طويل في الفرن عشان الميه والسوائل اللي حواليه ما تنشفش. ميه عاديه من الحنفيه ما فيهاش اي حاجه خالص. هقفل عليه. اهم حاجه نحط ورقه زبده الاول قبل ورقه الفويل، واللي متابعني عارف ان انا ما بحطش ورقه الفويل على طول ابدا. لو لسه بقى بتتفرجي عليا وعجبك حاجه من الفيديو بتاعي، ما تنسينيش بقى في الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل، ويا ريت لايك وكومنت حلو للفيديو. هندخلها على ارضيه الفرن على درجه حراره متوسطه، بتاخد من 2.5 ساعات ل3 ساعات على حسب حجم الفخده عندك قد ايه. واول ما تستوي هرفع الغطا من عليها واسيبها تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. شوفوا الجمال بقى، انا عايزاكم تشوفوا الجمال والحلاوه. بسم الله ما شاء الله. والصوص اللي نازل منه تحفة. طعم الفخد بتاع الرومي حلو جدا. عملت جنبه طبعا شوية رز بسمتي. تعملي بقى شوية ملوخية خضراء، شوربة،
شوية سلطات وكده. عزومتك كملت وبقت زي الفل بأبسط الإمكانيات. وأهم حاجة طبعا اللمة بتاعتنا. وكل سنة وانتم طيبين وربنا يحسن ما بين إيديكم إن شاء الله. وقدمته كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. كنت عاملة رز بالزبيب حلو قوي، وكنت عاملة السلطات دي. عملت سلطة طحينة وعملت سلطة مجدوس، مش عارفة بقولها صح ولا لأ، دايما بغلط فيها. وعملت سلطة بطاطس مشطشطة ومنزلة الطريقة بتاعتها على القناة.